فيلمنا بيبدأ بذكريات دراكولا مع بنته ميفيس وهي صغيرة لحد ما بتكبر وبتتجوز جوني وبيعيشوا في فندق ترانسلفينيا، وفي الوقت ده بيحتفلوا بالذكرى السنوية للفندق. وبيكون جوني منظم مجموعة من الفقرات لكنها ما بتعجبش دراكولا لأنها بتسبب فوضى. وبيطلع بعدها دراكولا وبيشكر جوني على مجهوده وبيقول لهم إن هو عامل مفاجأة هيعلن عنها الساعة 12 بالليل. وبعدها بيروح يتكلم مع إريكا مراته وبيشتكي لها من أفعال جوني وبيقول لها إنه شخص متهور، فبتقول له علشان كده لازم يتعود على إدارة الفندق بشكل مختلف بعد التقاعد. فبتسمعهم ميفيس في الوقت ده لان حاسه السمع عندها قويه جدا، فبتستغرب ان باباها هيسيب لها اداره الفندق هي وجوني، فبتروح علشان تقول لجوني كل اللي سمعته. وبيستغرب جوني لانه بيكون عارف ان باباها ما بيحبوش وما بيعتبروش شخص من العيله، وبالرغم من كده بيكون جوني متحمس جدا للخبر، فبتحاول ميفيس تهديه لحد ما دراكولا يعلن الخبر. اما دراكولا بتمرن على الخطاب لتسليم مفتاح الفندق لميفيس، وبيقول لجوني في الوقت ده وبيقول له ان هو متحمس جدا للاعلان اللي هيقوله. فبيقول دراكولا لنفسه ان جوني مش عاقل كفايه لاداره الفندق، فبيخترع لجوني حاجه وبيعتذر له وبيقول له انه مش هينفع يديله اداره الفندق لانه بشري ومش مصاص دماء. في قانون عند مصاصين الدماء بيقول ان لو بشري خد من التركه يبقى هيتم اعاده توزيع التركه تاني، وبيقول له انه اكيد مش عايز يضيع املاك ميفيس. وبتتفتح الستاره وبتقول ميفيس لإريكا ان هي متحمسه جدا لاعلان باباها، فبيطلع دراكولا وبيفكر في حاجه يقولها بعد ما لغى قراره، فبيقول لهم انه قرر يوسع الفندق بعد زياده عدد النزلاء. بتزعل ميفيس وبتحس بالاحباط وده بيخلي دراكولا حزين لانه كان السبب في ده. بتقابل إريكا دراكولا وبتساله عن سبب تغيير قراره، فبيعمل نفسه مش سامعها وبيتهرب منها، وبيلاقي ميفيس قدامه فبيتهرب منها هي كمان. اما جوني فبيكون قاعد جنب جد إريكا وبيقول له ان هو حزين لانه السبب في ان حلم ميفيس ما يتحققش لانه بشري مش مصاص دماء. فبيقول له جد إريكا انه يقدر يساعده لانه عنده اختراع يقدر يحوله لوحش. فبيروحوا هما الاتنين للمعمل وبيكون جوني منبهر جدا بسبب الاختراعات الكتير في المعمل، وبيجيب جد إريكا الجهاز وبيقول له انه ده حجر مشع يقدر يحول اي بشري لوحش، لكنهم لازم يجربوه الاول على حيوان علشان يشوفوا النتيجه. وفعلا بيجربوه على حيوان اليف وبيتحول لوحش، وبعدها بيوجه جد إريكا الجهاز على جوني وبنشوفه اتحول لوحش كبير جدا. اما عند دراكولا فبيحاول يتهرب من ميفيس وإريكا، فبيسمع صوت غريب جاي من تحت في الفندق فبينزل علشان يشوفه، وبيدخل المعمل وبيتفاجئ لما بيلاقي جوني اتحول لوحش كبير. ويقول له جوني ان جد إريكا هو اللي ساعده في انه يتحول لوحش، بيقول له انه لازم يروح يعرف ميفيس، وبيجري بسرعه لكن دراكولا بيجري وراه علشان يرجعه بشري تاني لان ميفيس هتزعل لما تعرف انه السبب في تحول جوني لوحش. وبيفضل دراكولا يصوب على جوني علشان يرجع لبشري تاني. وفي الطريق بيقابل جوني دينيس اللي بيكون مستغرب جدا من شكل باباه، وبيقول له جوني انه هيروح بسرعه علشان يعرف ميفيس. بيجي وقتها دراكولا اللي بيستخدم قوته على دينيس وبيقول له ان جوني ما تحولش لوحش ولا حاجه. بيفضل دراكولا يصوب على جوني لكن الشعاع بيجي في النافوره اللي في الحفله، فبيجري ورا جوني علشان يلحقه بسرعه لكن الشعاع بيصيبه وبيتحول من مصاص دماء لبشري، فبيقع الجهاز وبيقع دراكولا لكن جوني بينقذه على اخر لحظه. ووقتها بيستغرب كل اللي موجودين لما بيشوفوا ان جوني اتحول لوحش ودراكولا اتحول لبشري. فبيقوم دراكولا بسرعه علشان يدور على الجهاز لكنه بيلاقيه اتكسر، فبيخاف جدا وبيتوتر وبيطلب من جوني انه ما يقولش لميفيس اي حاجه. فبيروحوا لجد إريكا علشان يساعدهم لكنهم بيقول لهم ان الجهاز اتكسر وصعب يتصلح، وان الجوهره اللي فيه دي نادره جدا، وانه اخد 3 سنين علشان يلاقيها، وانهم ممكن يلاقوها في امريكا الجنوبيه لكنهم هيمشوا في طريق كله مخاطر ونجاتهم منه صعبه. فبيبعت بعدها دراكولا لفرانكشتاين وبيقول له انه رايح مع جوني علشان يلاقوا الجوهره علشان يرجعوا لشكلهم الاصلي تاني، وبيطلب منه انه ما يعرفش ميفيس اي حاجه. بنشوف اصدقاء دراكولا اللي بيشربوا من النافوره اللي الشعاع اصابها فبيتحولوا كلهم لبشر. اما ميفيس فبتدور على دراكولا وبتروح لاوضته وبتلاقيه انه كاتب خطاب انه ناوي يتقاعد ويسيب الفندق لميفيس. فبتعرف ميفيس انها سمعت صح وان باباها غير قراره على اخر لحظه لكنها ما تعرفش ايه السبب. وبتطلع ميفيس من الاوضه لكنها بتقابل دينيس وبتساله على جوني لكنه بيكرر الكلام اللي حفظه له دراكولا، فبتعرف ميفيس ان اكيد في مشكله. اما جوني ودراكولا فبيوصلوا لامريكا الجنوبيه ويكون دراكولا خايف جدا من الشمس اول ما بيشوفها، لكن جوني بيفكروا ان هو دلوقتي بشري والشمس مش هتعمل فيه حاجه. بيركب بعدها جوني ودراكولا اتوبيس لكن الاتوبيس بيمشي ببطء جدا، فبيقرر جوني انه يشيل الاتوبيس ويمشي. اما اصحاب دراكولا فبيحاولوا يستخبوا علشان ما حدش يشوفهم ويكتشفوا اللي حصل، لكنهم بيتكشفوا وبتستغرب ميفيس والباقيين من اللي حصل. وبتشوف ميفيس وإريكا الاخبار في الوقت ده وبيشوفوا جوني ودراكولا، فبيحكي لهم واحد من اصحاب دراكولا كل اللي حصل. فبتتصل ميفيس على دراكولا لكنه ما بيردش عليها، وبيقول دراكولا لجون ان هم لازم يعدوا من الغابه دي علشان يلاقوا البلوره ويرجعوا بسرعه. بنشوف جون اللي متحمس جدا بالرحله على عكس دراكولا اللي بيكون متوتر وخايف. وبعد شويه بيتعب دراكولا فبيقرر ينزل البحر علشان يشرب، لكنه بيلاقي اسماك متوحشه بتعضه فبيطلع من البحر بسرعه، وبيلاقي بنته ميفيس بترن عليه في الوقت ده فبيرمي الموبايل في الميه. اما ميفيس وإريكا بيحاولوا يفهموا ازاي التحول ده حصل، فبينزلوا المعمل عند جد إريكا وبيشوفوا الحيوان الاليف اللي اتحول لوحش ضخم وبيفضل حجمه يكبر كل شويه. فبتعرف ميفيس ان جوني كده في خطر وانه هيفضل يتحول كده زي الحيوان ده، فبتقرر ميفيس وإريكا ان هم يروحوا
بيروحوا لجوني ودراكولا علشان ينقذوهم قبل فوات الأوان، وبيركبوا هما وباقي الوحوش في منطاد بتاع إريكا. بتحكي لها إريكا قد إيه وجهة نظرها اتغيرت عن الوحوش لما حبت باباها، وبيوصلوا بعدها لأمريكا الجنوبية. فبتقترح عليهم ميفيس إن هم يركبوا عربية وينزلوا يمشوا في وسط الغابات. فعلا بيعملوا كده، وبتحاول ميفيس تستخدم قوتها علشان تعرف مكان جوني ودراكولا، وفعلا بتحدد الطريق فبيمشوا ناحيتهم. أما جوني ودراكولا فبيتوه في وسط الغابات، فبيتهم دراكولا جوني إن هو السبب في توهانهم. ووقتها بيقعوا هما الاتنين من فوق تل عالي، فبيقول دراكولا لجوني إنه يحاول يحرك جناحاته ويطير، وفعلا بينجح جوني إنه يطير وبينقذ دراكولا وبيطير بيه. وبالليل بيقعد دراكولا وجوني مع بعض وبيفضلوا يتكلموا، وبيقول جوني لدراكولا إنه مشكلته إن هو بيركز في الجانب السلبي من الأشياء، وبيقول له إنه لازم يركز في الجانب الإيجابي لكل حاجة. فبيقول له دراكولا إن هو ربى ميفيس لوحده، وإنه عاش مدة طويلة لوحده قبل ما يتجوز إريكا، وده خلى عنده صعوبة في إنه يشوف الجانب الإيجابي من الحاجات اللي حواليه، لأنه كان دايما قلقان في إنه يحصل أي حاجة تضر بنته. فبيشكر جوني دراكولا إن هو وافق يدخله في وسط عيلته ويعتبر واحد منهم. وفي الوقت ده بتوصل ميفيس وبتحضن جوني وبتطمن عليه. بتيجي إريكا اللي بتقول لدراكولا إن هي عرفت كل حاجة وإن هي بتحبه مهما كان شكله، وبيستغرب دراكولا لما بيلاقي كل أصحابه تحولوا لبشريين. أما عند ميفيس فبتحاول تفهم من جوني اللي حصل، فبيقول لها إنه تحول وحش علشان يحقق لها حلمها في إدارة الفندق طبقا لقوانينهم. لكن في الوقت ده بيعترف دراكولا لجوني إنه كذب عليه وإن هو اللي اخترع القانون ده. فبيتضايق جوني لأنه كان فاكر دراكولا بدأ يتعامل معاه على إنه شخص من العيلة، فبيبدأ حجم جوني يكبر وبيسيبهم وبيمشي. فبتقول ميفيس لإريكا إن هي تروح مع دراكولا علشان يدوروا على البلورة قبل ما جوني يتحول تحول كامل، وبتروح بعدها ميفيس ورا جوني. وأول ما بتوصل له ميفيس بتقف قدامه وبتعتذر له على اللي باباها عمله. أما دراكولا وإريكا وكل أصدقائه بيكونوا وصلوا للكهف اللي فيه البلورة، وبيحاولوا يتخطوا المخاطر اللي فيه لحد ما بيدخلوا جوه الكهف، وبيتفاجئوا إن الكهف فيه بلورات كتير جدا. فبتكلم إريكا ميفيس وبتقول لها إن المكان مليان بلورات وبتبعت لها مكان الكهف. فبتحاول ميفيس تخلي جوني يمشي وراها لحد ما يوصلوا للكهف. أما جوه الكهف فبيتوه دراكولا وأصحابه بسبب البلورات اللي فيه. توصل ميفيس في الوقت ده للكهف وبتفضل تدور عليهم لحد ما بتوصل لدراكولا، وبتسأله عن مكان البلورة اللي هينقذوا بها جوني. لكن بيجوا جوني في الوقت ده وبيكسر الكهف، فبيحاولوا يهربوا قبل ما الكهف ينهار عليهم. لكن فجأة بتظهر البلورة اللي عايزينها، فبتاخدها ميفيس بسرعة وبتوجه الشعاع بتاعها ناحية جوني، وبيساعدوها كلهم علشان الشمس ما تحرقهاش. وفعلا بتنجح ميفيس في انها توجه الشعاع ناحية جوني، لكنه ما بيتحولش. فبيقرر وقتها دراكولا انه يروح لجوني ويتكلم معاه، وبيفكره بكلامه وبيقوله انه يشوف الجانب الايجابي للاشياء، وبيقوله انه كان غلطان لما ما قدرش يشوف الجانب الايجابي فيه، لكنه دلوقتي اتعلم درس كبير بسببه. فبيتأثر جوني في الوقت ده وبيحضن دراكولا، بتوجه ميفيس الشعاع ناحية جوني فبيرجع بشري تاني. فبتحضنه ميفيس هو ودراكولا، وبيرجع كل الوحوش لأصلهم تاني. ولما بيرجعوا للفندق بيكتشفوا ان الفندق اتدمر بسبب الحيوان الأليف اللي اتحول لوحش، وبيزعل دراكولا على الفندق بتاعه. لكن جوني بيقوله ان هم هيرجعوا يبنوه تاني، فبيقول له دراكولا ان هم يبنوه على طريقتهم هم. وبعد مرور سنة بيكتشف دراكولا ان ميفيس وجوني بنوا الفندق زي ما كان زمان، مع اختلافات بسيطة كده جوه. كده بترجع العيلة تعيش مع بعض تاني في الفندق بسعادة. وبكده يكون خلص فيلمنا النهاردة. ما تنسوش تعملوا لايك وسبسكرايب وتقولوا لنا رأيكم في التعليقات. سلام.